بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم في فيديو جديد إن شاء الله يلقاكم في أتم الصحة والسلامة يا رب. وصفتنا ينهار اليوم هي وجبة خفيفة صيفية بامتياز. نقدر نسميوها شكشوكة بطاطا. ما تديناش بزاف الوقت وغير مكلفة. أنايا قدمتها مع كسرة رخساس. إن شاء الله نتقاسم وصفتها معكم في الأيام القادمة بحول الله. بلا ما نطوّل عليكم نروحوا نشوفوا الطريقة. في مقلاة نحط حوالي 3 إلى 4 ملاعق كبيرة زيت، نزيدو من 3 إلى 4 فصوص توم، نقليهم شوية ما نخليهمش يتحرقوا، بعدها نربي هاذيك الطماطم تاعنا ونزيدوها على التوم، ونخليو هاذيك لاصوص طوماط تاعنا تتجمر، نزيدو لها شوية ملح، شوية فلفل كحل. كيما قُلت لكم نخلّيوها تتجمّر على نار قليلة، بالمقابل البطاطا نتاعنا قطعناها مربعات وقليناها، وحطيناها بجهة تقطر من الزيت تاعها، كي تجمّر لي هاذيك لاصوص طوماط تاعنا نزيد لها هاذيك البطاطا تاعنا اللي كنا قليناها من قبل، نخلّطهم مع بعضهم حتى ينسجموا. لاصوص طوماط ما تنشفوهاش، خلّيو فيها لاصوص باه ما تجيكمش ناشفة. بالنسبة للبطاطا ولا الطماطم كل واحد حسب أفراد العايلة تاعو الكمية. نخلّط مليح كيما راكم تشوفوا، وباه تجي هاد الشكشوكة هادي زاكية، أنا زدت لها البيض كيما راكم تشوفوا درت حفرة في الوسط كل حفرة نحط فيها حبة بيض، تاني البيض حسب أفراد العايلة، هادوك حبات البيض ندير لهم رشة فلفل كحل ورشة ملح باه ما يجيوناش صامتين، نغطيهم ونخليوهم يجمدوا على نار قليلة باه ما تنشفناش هاديك لاصوص طوماط وتجينا الشكشوكة تاعنا ناشفة. بطبيعة الحال نغطيها. أنايا الخطوة تاع اللي زدت فيها الفرماج هاذيك خطوة اختيارية، تقدري ما تزيديش الفرماج، كيما راكم تشوفوا حطيت فرماج مرحي، حطيت هذاك فرماج تاع لي ساندويتش، كيما قُلت لكم هذه خطوة اختيارية، اللي ما عندوش ما يحطش، وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم. نتمنى تنال إعجابكم وتجربوها. انتظروني في الأيام القادمة إن شاء الله في مجموعة من الوصفات الصيفية الخفيفة كيما تعرفوا درك مع السخانة. نتلاقاو في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.